السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قبل ما أبدأ الفيديو كده أنا عايز أفهمك يا صديقي إن أخوك حرفيًا عمل حادثة تمام، ومجبّس وحالته بلبلة فاهم، وعندي دور برد فأنا باموت، وفي نفس الوقت أنا مش باقصّر معاك. فأنا عايزك بقى كده لو أنت مش مشترك في القناة أو أول فيديو ليك أو بتتفرج ومش مشترك، تنزل دلوقتي تخبطنا الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان أنا بإذن الله الفترة دي أنا باقعد أنزّل كل يومين بانزّل لكم فيديو. تمام، تمام. وعايزك بقى يا صديقي كده تنزل بقى تاخد لك لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات كتير أوي هتعجبك. ويا عمي اخبط كده اللايك والكومنت بتاعك مش هتخسر حاجة على كل فيديو كده بالحب، فاهم. عاوز تدينا واحد اشترك برضه بالحب عشان حرفيًا إحنا الدنيا بايظة عندنا اليومين دول. بس كده بقى مش عايزين نطوّل في الفيديو أكتر في المقدمة أكتر من كده. ويلا بينا نبدأ الفيديو let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا دايما بألف خير. طيب أصدقائي أتمنى منكم تقدير بجد على الفيديو ده لأن أنا مش مقصر معاكم في تنزيل فيديوهات. تمام. فبص لو تاخد بالك أنا منزل لك هنا واحد قبل يومين وهنا قبل 5 وهنا قبل 8، يعني يعتبر ما بين كل فيديو والتاني 3 أيام بالكتير قوي. تمام. ومش مقصر معاك في أي حاجة، فأنا بجد لو ما شفتش دعم على الفيديو ده يستاهل، لأن يعني آخر 3 فيديوهات أنا منزل لكم فيديوهات ورا بعض. يعني بص هنا 25 لايك و16 كومنت في يومين، يعني احنا ده مش التفاعل بتاعنا خالص. هنا 600 مشاهدة تمام، و53 لايك و20 كومنت، حرفيا برضو واقعين في الأرض. وده من 5 أيام يعني ومنزل قبلها كيبورد من 8 أيام، جايب 500 مشاهدة برضو ما حصلش 600 حتى، برضو نفس حجم اللايكات. فأتمنى بجد يا اخواتي أشوف دعم على الفيديو ده. وأنت صاحبي مثلا يعني أنت خش يا باشا ارزع الاشتراك بتاعك وفعل زر الجرس وخد لك لفه في القناه، صدقني هتلاقي كتير عليا النعمه. بص انت هتتبهر من كميه الحاجات اللي هتشوفها في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير قوي هتعجبك. تمام. وفعل الجرس عشان توصلك كل جديد وتتعلم مننا حاجات جديده. تمام. وطبعا متنساش اللايك بتاعك والكومنت الجميل. ويا عم لو انت عملت كل الكلام ده واحده شير كده عندك، مثلا نزل عندك ستوري انت فاهم، شير عندك في بار بالحب عشان نظبط الريتش تاني، لان بجد والله بعد كده الواحد مش هيتعب نفسه، يعني الواحد مكسور وعنده مرض وبرضه مش عايز يأثر معاكم في فيديوهات. تمام. طيب طبعا النسخه هتكون مقفوله باسورد والكلام ده كله. تمام. وطريقه فك الضغط طبعا مصر كلها الناس كلها عارفاها، ولو انت لو انت صديقي مش عارف تفك الضغط ازاي، بص هترجع معلش عشان انا مش عايز اطول في الفيديو ده لان والله ما قادر اتكلم. ترجع للفيديو ده هتلاقيني شارح فيه طريقه فك الضغط بالكامل. تمام. وركز معايا في الفيديو من اوله لاخره عشان ممكن اقول باسورد بصوتي وممكن انزله على الشاشه. طيب هنخش على النسخه بتاعتنا ونبدا نوريكم بس الحاجات اللي فيها على السريع كده. طيب هنرجع بس للوضع الاولي بتاعها. زي ما انت شايف كده. عندك هنا الشتات والستيت والمجتمع والكلات. عندك هنا طبعا وضع الشبح وطبعا وضع الطيران. تمام اللي هو عطلات يعني. تمام. طيب لو دخلت على الثلاث صور دول عندك أول حاجة ستايلات. عندك هنا طبعا البرايفسي. تمام. وعندك اللهم صل على النبي تغيير لمبة الشاشة الرئيسية اللي هو بيتغير في شكل الشاشة عامة في الستايل بتاع الشاشة. تمام. وعندك يا صديقي خلفيات بره الشات. تمام انا حاطط لك هنا 3 خلفيات، دي الخلفية دي خلفية منهم وادي الخلفية التانية. تمام. وادي يا صديقي الخلفية التالتة. واللي جاية بقى خلفية ثابتة معانا منها. تمام تمام. وعندك هنا قلب اخوك تغيير انماط البطاقة لو عايز تغير شكل البطاقة بتاعت الشات اللي هي دي. تمام. بالشكل ده كده بيغير معاك شكل البطاقة. تمام. وعندك هنا قلب اخوك اخر حاجة تغيير شفافية البطاقة. هنا بتتحكم بالشفافية بتاعت البطاقة بتاعتك، ممكن مثلا تخليها شفافة خالص، نص شفاف على حسب الفيديو اللي انت حاطه بمزاجك بقى فاهم. تمام مثلا بالشكل دوت. المهم لو دخلنا بقى يا صديقي تعالى كده اوريك شكل الشات من جوه. تمام زي ما انت شايف كده. تعالى بس امسح لك بيك عشان تشوف شكل الشات كله. حرفيا شكل الشات عظمه في حته تانية قسما بالله. تمام تمام.
اول ما تخش بقى يا صديقي، اول ما تفتح النسخه انا عايزك تخش على اي شات وتخش هنا كده على الثلاث نقط وتعمل تشات سين، تمام، او سمات الدردشه، وتخش على ويلبر وتخش على الكلمه دي وتضيف خلفيه عشان خلفيه الفيديو تشتغل معاك، تمام. عشان في ناس قالت لي احنا مش عارفين نفعل خلفيه الفيديو، تمام. عندك طبعا لو انت عايز تفتح اي موقع من دول تفتحه من هنا، تمام. وعندك طبعا ده البرايفسي بتاعك، ده البرايفسي برضو. عندك هنا اختصارات مفيده، تمام. لو عايز تنزل اي حاجه زي نظام بوت اللي هو بيحمل لك كل حاجه من غير لينكات والكلام ده كله، من غير قصدي علامه مائيه، تمام. عندك على النوفا لو عايز تنزل ستيت مثلا وموزع معاك في الشات وكده، هنا تقدر تنزل تكست، وهنا تقدر تنزل فيديو او صوره، تمام. لو مش عايز تطلع من الشات. عندك فيديو بره الشات، طبعا انا ضايف لك نفس الثلاث فيديوهات لان لما بضيف اكتر من كده في ناس كتير الاندرويد بتاعها ضعيف اشتكت لي ان هم لما انت بتضيف اكتر من ثلاث فيديوهات او بتضيف فيديوهات كتير او الفيديو مدته طويله النسخه بتهنج عندنا. فانا ضفت لكم المره دي بس ثلاث فيديوهات، كل فيديو 10 ثواني عشان احاول ان انا اخف النسخه عليكم شويه. عندك هنا الموبايلز في الشات، هنا تيرمو فيروس اندرويد وهنا ايفون، وهنا تيرمو فيروس اندرويد وايفون. وعندك ريكورد فيك هنا لو عايز تغير صوتك يعني وتبعت ريكوردات فيك، تمام. وعندك قلب اخوك اطلع لاول رساله. عندك اخفاء المعلومات، يعني لو ركزت فوق كده هتلاقي الرقم موجود فوق وكلمه يو مش عارف ايه وصوره البروفايل، هتدوس على الكلمه دي كده هتلاقيها اختفت، ودي حركه حلوه قوي وهتنفعك لو انت مثلا قاعد في مكان عام مثلا او في مواصلات كده وبتكلم حد مثلا مش عايز حد يعرف تتكلم الموزه بتاعتك الكلام ده كله ولا زي منه، تمام. عندك انشاء رابط المحادثه، تمام، لو عايز تعمل لينك شات للشات اللي انت فيه عامه سواء في شاتك او في شات اي حد تاني. وعندك هنا رساله جماعيه، تمام، بتكتب هنا صديقي فوق الرساله وبتنزل على مثلا 5 دي وانت عايز تبعتها كم مره، تمام. وبتيجي بعديها تدوس على الكلمه اللي هي انتر ديت اللي هي تم، تمام. الرسالة بتقوم مبعوثة معاك بشكل تلقائي هنا طوالي، تمام. زي ما انت شايف كده، تمام، اتبعتت اهيت. طيب دي كانت يعني الحاجات اللي هي ايه مهمة قوي، تمام. هنطلع كده بقى ونخش على بتاعت النسخة. عندك هنا كلم نمبر، عندك هنا هيتلر مود دي الاضافات، كلم نمبر مش متسيف، راستر النسخة، اعمل بار جديد، مميز بنجمة وقراءة الكل والكلام ده كله. وعندك هنا ربط جهاز، تمام. طبعا النسخة بتشغل ربط جهاز بس لازم الأول تنزل نسخة جي بي وتعمل ربط جهاز من عليها وبعدها ترجع تثبت النسخة دي هتثبت فوقيها، تمام. عندك قال اخوك هنا البرايفسي، تجميد اخر ظهور، تعطيل عدد التوجيه، منع حذف حالات، اخفاء عرض الحالات، منع حذف الرسائل، منع حذف المشاهده، منع حذف الرسائل، تمام. عايز اقول لك نقطه بس ان انا عندي مشكله في ملف الالوان عندي، تمام. عشان كده زي ما انت شايف النسخه قلبت معايا لايت مود، لكن هي لو انت عامه هتلاقيها دارك مود زي ما هي، تمام. اعداد الوسائط، عندك هنا ارسال الصوره بدقه كامله، ارسال مقاطع فيديو اكبر من 16 ميجا بايت، ارسال ملفات صوتيه اكبر من 16 ميجا بايت اللي هي الموسيقى اللي الناس بتبعتها اللي هي زي مثلا لو انت مثلا بتبعت لحد مثلا اغنيه او كده وحجمها كبير وكده، دي النسخه متوجهلكش اي مشاكل فيها، تمام. تمام. عندك صديقي هنا بقى الشاشه الرئيسيه، عندك عرض المحادثات المرشفه، تمام، محادثه جماعيه منفصله، تمام، اخفاء علامه التبويب اللي هي بتاعت الحالات، اخفاء علامه تبويب المجتمعات، واخفاء المكالمات، تثبيت اكثر من 3 محادثات، تقدر تثبت اكتر من 3 4 شاشات، عرض ميتا اي على الشاشه الرئيسيه، اخفاء شاشة البحث، اخفاء ايقونة الكاميرا، اخفاء وضع الطيران، اخفاء وضع الشبح. لو انت مثلا عايز تاخد سكرين لحد تقول له انت مش مشغل نسخة معدلة والكلام ده كله، بتعمل مثلا حوار كده بهزار والكلام ده، تمام. تسجيل مقطع صوتي عكس رسايل، تمام. في ناس يا جدعان هفهمكم حاجة بالنسبة لإخفاء وضع الشبح والكلام والحاجات ده كله، احنا الإضافات دي موجودة عشان مثلا انت عملت مثلا عكس رسايل مثلا وعملت شات فيك بينك وبين أي حد وطلب منك سكرين لانه شك كمان انت مثلا تستخدم نسخه معدله تقدر انت تخفي كل حاجه وتبيعها نسخه عاديه، تمام. تمام. عندك هنا تعطيل اقرا المزيد، تاكيد رسائل المرسل، زياده حد اعاده توجيه، طبعا اعاده توجيه لما تقول يا بس، اخفاء الاسم والتاريخ، وانا تعديل الرساله، تمام. وانا صديقي عرض تعديل الرسائل، تمام، لو حد عدل الرساله بتعرفها، تمام. طيب هنخش بعديها على تشروط النسخه. عندك هنا صديقي كنا لسه فيها معلش. عندك بقى اخر حاجه هنا عام وبيتا، عندك وقت الصوت السلبي، تأكيد الريموت بتاعت الاي ام اس ايفون، تمام. واتساب ريمو بلس، عندك ملف الشخص على الشاشه الرئيسيه، تمام. خصوصيه الحالات القائمه وتكتب المحادثات المحدده، تعطيل القنوات، تمام. وبس كده يا صديقي كنت شرحت لك كل ميزات النسخه يعتبر، تمام. وخد عندك اول رقمين باسورد هيكونوا 2 اول رقمين من الباسورد هيكونوا 2 تمام. وعندك هنا قلب اخوك، لو عايز تكلمني مش متسيب طبعا بتحط النمبر هنا وتدوس موافق هتخش بتاعه على طول، تمام. عملت تمام. وعندك هنا طبعا اعمل بار جديد ورست النسخة، تمام، ولا زي منه. طيب
تخش هنا كده ترجع الشاشة الرئيسية لنفس النمط بتاعها. عندك برضو هنا قلب اخوك، المنشن الجماعي هنا مثلا لما بتيجي تكتب رسالة في الجروب والكلام ده كله، تكتب الرسالة كده تمام، وبعدها بتدوس على علامة المنشن دي تمام عشان تفعل المنشن الجماعي أول ما تبعت الرسالة، من غير بقى ما هو تقعد تكتب منشن بقى وتكتب كلمة الكل بقى زي ما الناس بتعمل والكلام ده كله. لأ، انت بتكتب الرسالة وتدوس على علامة المنشن دي والمنشن الجماعي بيتفعل معاك بدون أي مشاكل، الرسالة بتبقى عليها منشن جماعي تمام. وبس كده يا صديقي، مش شرحت لك كل حاجه في النسخه تمام. اتمنى منك طبعا تقدر الفيديو تمام، وتخش بقى تروق على الفيديوهات اللي فاتت دي كلها بلايك وكومنت كده، ما تاثرش مع اخوك، لان والله العظيم يا جدعان انا بتعب على المحتوى وبموت واصور لك الفيديو، فبجد الفيديو ده لو ما جابش تفاعل فلا بالناس انا اريح جسم احسن تمام، وانزل لكم فيديو كل اسبوع زي ما كنا بننزل وخلاص. وبس كده يا صديقي، خد عندك اخر رقمين باسورد هيكونوا 22، وسلام سلام سلام.